قررت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء صباح اليوم الاثنين إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه لصالح طليقته جميلة الهوني بعد دعوى رفعتها هذه الأخيرة أمام المحكمة. ويعتبر الحكم سابقة من شأنها بعث رسالة للآباء الذين يتعسفون في استعمال الولاية ضد الطليقة أو ضد مصلحة الأطفال. وجاء في مقال رفعته الهوني أمام المحكمة أنها منذ طلاقها سنة 2013 من زوجها السابق أمين الناجي وهي تعاني معه بخصوص وضعية طفلهما، إذ أنه لا يقوم بزيارته الشخصية أو حتى التواصل معه عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل تجاوز هذا الحد من خلال امتناعه عن تقديمه لإذن انتقال من المؤسسة التي يدرس فيها إلى مؤسسة أخرى بحكم أنه هو الولي الشرعي بحكم القانون. وطالبت جميلة الهوني في الدعوى بإسقاط ولاية الأب على ابنه مع إسنادها لها، وذلك بحكم المعاناة التي تعانيها بسبب عدم زيارة الأب لابنه منذ 1 يناير 2015.